السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ لعلكم بخير. في الآونة الأخيرة ظهرت بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعي تفسير القرآن العظيم بتفسيرات أعمق حتى من تفسيرات اللسان العربي الذي أنزل به، بل أعمق من تفسير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأبعد من ذلك، أعمق من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وأبعد من تفسير القرآن بالقرآن نفسه. والملاحظ على هذه الصفحات أنها متعلقة بأشخاص حتى لا يستطيعون قراءة القرآن في أغلب الأحوال، ويبعدون التفاسير إلى درجات بعيدة جدا، حتى أن كثيرا منهم ينكر يوم القيامة، وينكر الجنة، وينكر النار، وينكر الصلاة ويطلق عليها الصلاة الحركية، ينكر الجنة وينسب معنى الجنة في القرآن العظيم إلى نعيم نفسي يصله من وصل إلى الدرجة الكبيرة التي يدعونها من التفكير. والنار كذلك يصفونها أو يفسرونها بأنها عذاب نفسي يصل إليه الشخص الذي لا يصل إلى درجة كبيرة من التفكير الذي يصلون إليه من تدبر القرآن بحسب منهجهم الذي ينتهجونه. وأنا من وجهة نظري أن هذه الصفحات مدفوعة الأجر، لأنها بصراحة تفسر القرآن بطريقة مضحكة جدا، بعيدة عن العقل، وبعيدة عن تفسير القرآن بالقرآن العظيم، وتفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسير القرآن بأقوال كبار الصحابة من كبار المفسرين كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود، وكبار التابعين، وكذلك تفسير القرآن العظيم باللسان العربي الذي أنزل به. فكونك تدعي أن هذا التفكير عميق وتوهم المتابعين الذين لم يدرسوا أصول التفسير بأن هذا التفسير لم يسبق إليه أحد، هذا من التضليل الكبير جدا. وهذا التفسير أقرب إلى التفسير الباطني. التفسير الباطني تفسير يخالف القرآن العظيم جملة وتفصيلا، وتنتهجه كثير من الفرق القديمة كالقرامطة والإسماعيلية، وهي فرق باطنية معروفة ببعدها عن الدين. لذلك كونك تدعي أن هذا القرآن يفسر بهذا المفهوم فهذا من التضليل. وأنا في الحقيقة لم أكن أريد أن أقف مع أمثال هؤلاء، لأنهم حتى يقرؤون القرآن خطأ، لكن انتبهت إلى أن كثيرا من الناس يتابعونهم، وبعضهم وصلت صفحته خلال يومين إلى ملايين المشاهدات وإلى آلاف المتابعات، وبعضهم يعلق له: ما هذا التفكير العميق الذي تقوله ولم أسمع